القفاص والانتياس مجانا، وحتى بوكو دينتال ما كيهم الاسنان غيولي بالمجان. شكون اللي صرح به؟ صرحت به الوزيره ديال الصحه هذه ايام فقط. كيفاش ممكن تستافد منها وشكون هما الفئات المستهدفه؟ هادشي كامل غنتعرفوا عليه في هذا الفيديو. السلام عليكم، كنتمنىكم بخير وعلى خير وفي افضل الاحوال. قبل ما نبدا بغيت نطلب منكم واحد الحاجه كما العاده، ما تنساوش تشاركوا في القناه ديالنا وضغطوا على زر اعجاب. علاش؟ باش هكذا يوصل لكم كل جديد. اخر فيديو نشرته معكم كان هو الفيديو الخاص بالاكسترا الخيريه وبالمقترح اللي غتقدم به الجمعيه المغربيه. هذا الفيديو لقى واحد التفاعل كبير بزاف، شكرا لكل واحد منكم دار مجهود وفكر قبل ما يعلق. نركزوا على المقترح اللي بغينا نقدموه حنايا كجمعيه، وغناخذوا بعين الاعتبار جميع المقترحات ديالكم اللي حطيتوها، اللي غالبيتها كانت على الكونتراتو وعلى الرايغو بارافورماسيون. هادشي كله غادي ناخذوا وغادي ندوزو لابوغادا ديالنا باش تزيدوا في المقترح. ندوزو للموضوع ديالنا ديال اليوم. قبل ما تنساوش تضغطوا على زر لايك واعجاب باش يوصلكم الجديد. اذا شكون هما الفئات اللي غادي يقدروا يستافدوا من هاد التخفيضات اللي غادي يكونوا على بوكو دينتال وغادي يكونوا حتى على البصريات؟ الناس اللي عندهم النقص في الشوف بالنسبه للقفاص او للانتياس. حنا كاملين عارفين بانه كاين واحد المبالغ هائله كنحطوهم اللي كنمشيو نديروا هاد جوج حوايج. الاحصائيات الاخيره ديال وزاره الصحه كتشير بانه 55.63% هما الناس اللي عندهم النقص في الشوف ديالهم شباب. العمر ديالهم كيتراوح ما بين 18 سنه حتى 45 سنه. هذه هي الفئه اللي حددتها الوزاره. وكاينين فئه اخرى اللي كتوصل حتى 63.3 اللي هما كذلك فئه الشباب اللي عندهم نقص في الشوف، ولكن الشباب الجامعيين اللي كيقراو في الجامعه. كنظن واضح علاش نهار وما طلع حنا في السوشيال ميديا. اذا غادي نشرح لكم كيفاش ممكن انه الاشخاص يستافدوا وشكون هما هاد الاشخاص اللي ممكن يستافدوا من البصريات. اولا على الشوف، الوزيره صرحت وقالت بانه تم الموافقه على هذا المقترح ديال الوزيره، ولكن باقي ما تنشرش في البوي اللي هي الجريده الرسميه. ملي غيتنشر في البوي ديك الساعه غادي يتم العمل به وغادي يخبروا السيغوريتا سوسيال باش هكذا الناس ممكن انهم يستافدوا من هاد البصريات او لا من تخفيضات اللي غتكون على القفاص او الانتياس. يكونوا فئات غيستافدوا وفئات اللي ما غاديش يقدروا يستافدوا. شكون هما اللي غتنشر في البوي عاد غادي نعرفوا. دابا غنمروا للاسنان. شنو قالوا على بوكو دينتال؟ شنو غادي يكون وشنو هو الجديد؟ شكون هما الفئات المستهدفه اللي ممكن انهم يستافدوا على بوكو دينتال؟ واش جميع الحاجات المتعلقين بالاسنان داخلين هاد البريستاسيون اللي غتكون من السيغوريتا سوسيال او لا كاين شي حوايج كاينين وشي حوايج لا؟ الجواب هو طبعا بحالنا بحال جميع الدول، شي حوايج داخلين وشي حوايج لا. وغالبا الحوايج اللي كنبغيوهم ما كيكونوش داخلين في هذه البريستاسيون ديال السيغوريتا سوسيال. باش ما نكذبش عليكم غادي نقول لكم شكون هما الفئات. اولا الفئات اللي ممكن انهم يستافدوا على الاسنان ديالهم هما الناس الاطفال اللي في عمرهم اقل من 14 سنه، كذلك الاطفال اللي في عمرهم 16 سنه ولكن عندهم ديسكاباسيتات. هادو هما الفئات ديال الاطفال اللي ممكن انهم يستافدوا. ولكن شنو غيستافدوا؟ واش جميع الحوايج؟ طبعا لا. كما قلت في البدايه كل ما هو متعلق بالتزيين بحال البلونشيمون، بحال لي بغاكيت، تعمر الاسنان، بحال انك تزرع الاسنان، هادو كاملين ما داخلينش. للاطفال اللي في عمرهم 14 سنه والاطفال ديسكاباسيتات 16 سنه دخلوا لهم الوقايه باش يديروا لهم الغسل ديال الاسنان باش يحيدوا لهم الاسنان. ولكن الاسنان خصهم يكونوا الاسنان ديالهم ماشي اسنان الحليب اللي كيكونوا النهار الاول. الفئه الثانيه اللي قلت لكم هما ديسكاباسيتات، عندهم نفس الحوايج غادي يستافدوا من نفس الحاجات، يعني فقط الحاجات الاساسيه ماشي شي حاجه كبيره. غادي نمروا للفئه الثالثه اللي هما الناس اللي في حالات صعبه. هاد الناس اللي في حالات صعبه خاصكم تبينوها عن طريق تراباخادورا سوسيال ديالكم ديال لايونتامينتو فين نتوما ساكنين. كتعطيكم واحد الانفورمي فيه لا سيتواسيون ديال الحاله ديالكم ديال الضعف وكتقدموها للسيغوريتا سوسيال باش هكذا تقدروا تستافدوا على الاسنان. ولكن شنو غتستافدوا؟ اولا كما قلت لكم حتى هذه الفئه هذه تقدر تستافد من انها تحيد الاسنان، من انها تغسل العرق ديال الاسنان. العرق اللي كيكون السوسه ينقيوها ولكن ما يعمرولكش الاسنان، غيعمروا لك في حاله واحده. الا كانت عندك شي سنه مهرسه غادي يرقعوها هذه ولكن باش يديروا لك سنه جديده هذه ما داخلاش. الناس اللي غادي يديروا الاباراتو ديال الفم كامل حتى هي ما داخلاش. الناس اللي بغاو يديروا تزيين هوليوود سمايل
حتى هذه ما داخلاش، برونشيمون حتى هو ما داخلش. بزاف ديال الحوايج اللي هما في الحقيقه اساسيين للناس، ماشي ما كنهضرش على بلونشيمون ولا، كاينين حوايج اللي هما فعلا اساسيين، بحال انك تزرع الدرسه، بحال انك تعمر الدرسه، بحال انك تقتل العرق ديال الدرسه. هذه مهمه جدا، ولكن ما كيديروهاش الناس الكبار، غيديروها فقط للاطفال. وغيستافدوا حتى على العمليات البسيطه، مثلا يحيدوا لك الدرسه ديال العقل، العلاج ديال اللثه، العلاج ديال الفك السفلي والفك العلوي الا كان فيه شي مشكل، هادو كاملين داخلين. ممكن انهم يتزادوا للسيغورا سوسيال، وهكذا تستافدوا منهم. الفئه الاخيره اللي قلت لكم هما النساء الحوامل. هاد النساء هادو الناس ممكن يستافدوا طيله الفتره ديال الحمل ديالهم، هما غيقدروا يستافدوا كذلك من العلاج ديال اللثه، ومن العلاج ديال بالفلور، داك الفلور اللي كيحمي الاسنان، كذلك الكالكيل اللي كيكون في بعض الاسنان يقدروا يحيدوا لكم. في الحقيقه هما حوايج باسيكوس بزاف بزاف، ماشي شي حاجه اللي كبيره اللي زادوها للسيغوريا سوسيال باش هكذا يستافدوا منها الناس بالمجان، او لا يرجعوا لهم واحد النسبه على حساب شحال خلصوا. طبعا واحد الفئه اللي هي غادي يكون عندها هادشي كامل بالمجان هما الفئه ديال الناس المايوريس اللي في عمرهم اكثر من 65 سنه. اذا احنا ما طلع علينا والو من هادشي، ما غنستافدوا حتى حاجه تقريبا. الحوايج باسيكوس، حبيت انني نقول لكم هذه المعلومات باش هكذا تكونوا في الصوره، ونحطكم في الصوره وتعرفوا الحوايج اللي ممكن انكم تستافدوا منها، والحوايج اللي ما يمكنش انكم تستافدوا منها. شاركوا الفيديو مع اكبر عدد ديال الناس، وبارطاجيوه باش هكذا يوصل لكم الجديد نهار فاش غيتنشر. على كل هادشي باقي ما تنشرش، غيتنشر في البوي او لا في الجريده الرسميه في غضون الايام المقبله حسب التصريح ديال وزيره الصحه، ونهار فاش غيتنشر غنشاركوه معكم. ربما كاين بزاف ديال الناس اللي غيستافدوا منه، واخا حنايا ما غاديش نستافدوا من شي حاجه كثيره كشباب. نتلاقاو في فيديو جديد وفي معلومات جديده. ما تنساوش شاركوا الفيديو مع اكبر عدد ديال الناس باش يوصل لكم الجديد. السلام عليكم.